في لقاء الذهاب سجل جابو وانتصر الافريقي في باجة، وغادر مختار العرفاوي فريقه اثر الهزيمه ليعود في لقاء الاياب لتدريب اللقالق ومره اخرى من بوابه الافريقي. في الافريقي سيف الدين الجزيري لتعويض ماهر الحداد، والذوادي يعود لمكانه المفضل على يسار الهجوم، لكن المبادره تاتي من جانب الاولمبي الباجي لما تحصل السليتي على ضربه جزاء بعد تدخل اليعقوبي، لكن علاء الدين عباس يسدد خارج الشباك ويضيع كرة السبق. الأولمبي الباجي مرة أخرى أخطر من منافسه على الكرات الثابتة، كرة ترجع من الدفاع وأداما تراوري يسدد عالية. الإفريقي يعود للتعويل على الجزائري جابو ينفذ المخالفة والعمدوني يرجع بصعوبة، ثم نفس اللاعب ينطلق من اليسار يراوغ ويبهد الجزيري ومهاجم الإفريقي الشاب يضيع الفرصة. جوزنا نصف ساعة لعب مردود باهت لهجوم الإفريقي، لكن مع ذلك يتمكن الهذلي من الحصول على ضربة جزاء بعد ما راوغ باباغاي ونضال النفسي. ضربة جزاء الثانية للإفريقي هالموسم بعد ما أضاع النفطي في القيروان. ينجح اليوم بلال العيفة ويمنح التقدم لفريقه في يوم عيد ميلاده 25. الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول هجوم عكس، محمد السليتي يتدخل معها الباراتلي ومدرب الأولمبي الباجي مختار العرفاوي يطالب ضربة جزاء، يدخل أرضية الميدان وتخميرته تنتهي بإقصاء للكوتش الثائر من طرف الحكم السويدان، لينتهي الشوط بهجوم للإفريقي. الذوادي كورته طويلة الجابو والحارس العمدوني ممتاز في التصدي. الشوط الثاني خذاه الافريقي في يديه منذ البدايه، والثالث الفرص اللي صار على هداف جابو بعد تمريره اولى من الذوادي ما استغلهاش الجزائري. سيف الدين الجزيري يضغط يفتك الكره من المازني ويمرر جابو، لكن عبد المؤمن يضيع بطريقه غريبه. صنعت جابو فنياته مكنته بالحصول على مخالفه جانبيه تنفذ بطريقه ثنائيه مع الذوادي، وميسي الجزائر يصوب في الزاويه 90 ويضاعف النتيجه. جابو مر من هنا جابو مر من هناك، ذهابا وايابا يسجل الاولمبي الباجي 2-0. واول هجوم للضيوف جاء في الدقيقه 67 انتهى بتسديده ارضيه لعاطف المازني، لم تشكل خطوره على عاطف الدخيل. يعود بعد الافريقي للهجوم يتحصل على مخالفه ينفذها بكل روعه زهير الذوادي ويسجل الهدف الثالث، وهو الاول لجناح الافريقي الطائر منذ عودته لفريقه. الافريقي يسجل اعرض نتيجه ليه في الموسم ويبحث عن اللعب الاستعراضي بيدين بيزا كورته جانبي، ثم عمل ثنائي بين الذوادي والقصداوي ينفرد في نهايته الذوادي بالعمدوني، لكن كورته يبعدها النفسي قبل ولوج الشباك. دخول فرانك إيسامبا في نهاية اللقاء يمكن الأولمبي الباجي من تبديل الفارق بعد مراوغته للباراتلي واليعقوبي. 3-1. الواقعية تقترنها المرة بالنجاعة ليفوز الافريقي بنتيجه عريضه، والرجل النفسيه لم تاتي مع مختار العرفاوي المطالب بالتحكم اكثر في اعصابه وتعديل اوتاره.